الناس اللي هنشوفها النهاردة أبطال خارقين بجد، قدروا ينقذوا أرواح في مواقف صعبة وبسرعة بديهة مذهلة جدا، وكل ده تم تصويره عن طريق الكاميرات. لكن خلي بالك، مش دايما التصرفات في المواقف دي بتكون سهلة على الكل، وده اللي هنشوفه في فيديو النهاردة. أنا محمود المغربي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة. صلى على النبي وطير على الفيديو. السواق ده بطريقة غريبة قدر يوقف الأتوبيس اللي كان سايقه، وفي اللحظة المناسبة نط بسرعة ووقف العربية اللي ماشية لوحدها من غير سواق. تصرفه في الوقت ده كان سريع وذكي جدا. الشخص ده كان هربان من الشرطة وبسرعته العالية محدش كان قادر يوصله، لحد ما شخص مدني لاحظ الموضوع وطلع جري وراه بسرعة مذهلة وقدر يمسكه ويساعد الشرطة في القبض عليه كمان. لما تكون أقرب محطة إطفاء على بعد 100 ميل، موقف زي ده بيحتاج تفكير سريع. الشخص ده باستخدام قارب قدر بذكاء يسيطر على الحريق ويمنعه انه يتحول لانفجار كبير. الاشخاص دول كانوا قاعدين وفجأة واحد فيهم لاحظ في المراية ان في عربية بتتحرك لوحدها ونازلة على الطريق. بتفكير ذكي وسرعة رهيبة قدر يلحق العربية ويوقفها باستخدام فرامل اليد قبل ما تحصل كارثة. الراجل اللي كان في العربية ده طلع سارقها والشرطة كانت بتجري وراه. في لحظة غريبة قرر يستخدم لوح التزلج اللي معاه للهروب، واللي كان تصرف غبي جدا. لكن في اللحظة المناسبة شخص مدني بشجاعة استخدم عربيته وحاصر السارق، وساعتها الشرطة قدرت انها تقبض عليه. القارب ده كان خارج السيطرة ومحدش كان عارف يوقفه، لكن بعد محاولات الشخص ده بذكاء شديد قدر يسيطر عليه بكل سهولة باستخدام الشبكة اللي كانت في ايده. الشخص ده بصراحة بطل خارق. رد فعله كان سريع جدا لما شاف الشخص التاني شال الأوزان بطريقة غلط. في لحظة ومن غير أي تفكير قدر يمسك البار في آخر ثانية. الشخص ده عنده قدرة توقع غير عادية، قدر يحدد المكان اللي صاحبه هيقع فيه بالظبط، وفعلا كان جاهز في اللحظة المناسبة وساعده قبل ما يحصل أي حاجة. الأتوبيسات مش معروفة بخفة الحركة خالص، لكن السواق ده كان استثنائي. قدر يتفادى عربية جاية عليه بسرعة كبيرة جدا، والحمد لله عدى الموقف بسلام. السواق بعد الخضة دي حس إن روحه رجعت له تاني. التريلا الكبيرة دي لما اتقلبت وبقت واقفة على عجلة واحدة كان مستحيل تتعدل حتى لو حد حاول يسحبها لوحدها، لكن لما الناس اتجمعت وتعاونت مع بعض مفيش حاجة بقت صعبة عليهم وقدروا يعدلوها بسهولة. تخيلوا بقى الموقف العجيب ده، اتنين حرامية قرروا يسرقوا محل، بس لحظهم الاسود حد شافهم من بعيد وفكر بسرعة وقفل عليهم كل الابواب. الاتنين اتحبسوا جوه ومبقاش ليهم غير انهم يستنوا الشرطة تيجي وتقبض عليهم. ده اكيد هتبقى اتعس سرقة في حياتهم. رجالة الرافعات الشوكية اتصرفوا بذكاء خارق هنا. اكتشفوا ان اللي في العربية الحمراء طلعوا حرامية وسارقين وصفة سرية من المكان وناويين يهربوا بيها. لكن سواق الرافعة الشوكية استخدم عقله بطريقة خطيرة، هو وزمايله قدروا يقفلوا على العربية بطريقة احسن من الشرطة نفسها. المدرب ده فعلا اثبت انه مش مدرب عادي. رد فعله السريع مع الطالب اثناء الهبوط السيء وضح قد ايه هو مستعد يحمي طلابه في اي لحظة. ومين قال إن الروبوتات هتكون سبب لعذاب الإنسانية؟ في أبطال بيظهروا في الأوقات الصعبة زي الروبوت ده، بس يا ريت محدش يلومه على الفوضى اللي حصلت بعد ما الطفل ده سابه ومشي. مفيش أي مشكلة في فرامل اليد طالما إن عربيتك بتتزحلق وفي شخص زي ده تحس إن عنده قوة خارقة مخلياه يوقف العربية وكأنها عربية في سوبر ماركت. راجل الشرطة ده في آخر لحظة قبل ما عربية تانية تخبط عربيتهم قدر ينقذ زميلته في الوقت المناسب. رد فعله كان سريع بشكل مذهل. تخيل كده عربية عطلت فجأة على السكة الحديد، موقف يخوف بجد. لكن لحسن الحظ الراجل اللي كان على الموتوسيكل نزل في آخر لحظة وقدر يزق العربية من على السكة قبل ما القطر يعدي. السواقة الجميلة دي لحقت الطالب في آخر لحظة قبل ما ينزل من باب الأتوبيس، وكان في عربية جاية بسرعة. بصراحة قوة ملاحظتها وتركيزها كانوا في أعلى مستوى. الراجل ده ممكن يكون محتاج عصا للمشي، لكن رجليه كانت لسه قوية جدا علشان يوقع مجرم مسلح بالطريقة الذكية دي. الراجل ده فعلا ضمن ان المجرم ياخد رحلة مباشرة على السجن. ممكن ما نقدرش نعتمد على الالتزام الجماعي بقواعد الطريق، لكن نقدر نبذل كل جهدنا ونلعب دورنا في الحفاظ على الأمان زي ما عمل الشخص ده. الراجل ده وهو بينزل بضاعته من على العربية نسي يشد فرامل اليد، فالعربية بدأت تتحرك لوحدها. لكن رد فعله كان غير طبيعي وكأنه عنده قوة خارقة. قدر يوقف العربية دي كلها قبل ما تخبط في العربيات التانية. لو ده سباق عبارة عن إخراج عربية من النهر بالشكل ده، فالمجموعة دي ممكن تكسب في أي مسابقة شد حبل تيجي قدامهم. بسبب شدة الفيضان المية غمرت العربية بتاعت البنت دي وما كانتش عارفة تعمل ايه،
لكن الأبطال الحقيقيين كانوا موجودين. قوات الحماية المدنية قرروا ينقذوها ويوصلوها لبر الأمان من غير ما شعرها يتبل ولا نقطة مية. الحرامي ده حظه نحس بجد، راح يسرق بنك ولما جه يخشه لقى اللي واقف على الباب هو مدير البنك بنفسه. تخيلوا مدير البنك هو اللي ماسك الباب والحرامي عاوز يقتحمه. شجاعة المدير ده فعلا غير متوقعة. الشخص اللي سايق المروحة شاف عامل بينظف الطريق من الورق وكان واضح عليه التعب. بلفتة جميلة بدأ يساعده بطريقة سريعة وذكية جدا، والعامل كان فرحان جدا بالمساعدة. فعلا إظهار اللطف لشخص محتاج حاجة لا تقدر بثمن. اللص ده لما قرر يقتحم المطعم كان حظه سيء جدا، لأن اكتشف إن في اتنين من رجال الشرطة قاعدين بياكلوا في نفس المطعم، وده كان من حظ صاحب المطعم طبعا. الموقف ده فعلا بيثبت إن مفيش حاجة اسمها خارج الخدمة لبعض رجال الشرطة. العربية دي بدأت تتزحلق على الجليد وكانت شكلها خلاص هتنزل المنحدر ومفيش حد عارف يوقفها، وفي آخر لحظة قبل ما تخبط في العربية اللي واقفة ظهر الشخص ده وبلمسة واحدة قدر يوقفها. البنت دي كانت بتنفذ حركة صعبة من حركات الجمباز، والمدرب بتاعها كان واقف في منتهى التركيز علشان لو حصل أي حاجة، وبالفعل قدر يمسكها في اللحظة الأخيرة قبل ما تقع على الأرض ويحصل لها أي إصابات. بعض المحققين مستعدين يبذلوا أقصى مجهود علشان يقبضوا على الشخص المطلوب، زي الشخص اللي قدامنا ده. أثناء مقابلة تلفزيونية كان في مشتبه الشرطة بتطارده، وفجأة لما المحقق لمح المشتبه فيه انقض عليه بقوة ووقعه على الأرض. الراجل والست دول كانوا بيصوروا الطيور ورجليهم جابتهم لحد ما وقعوا في قلب الوحل. لقوا نفسهم مش قادرين يطلعوا نهائيا، ولحسن حظهم الشخص الجدع ده كان عنده استعداد يكون حرفيا جسر إنقاذ ليهم. رقد على الطين وخلاهم يدوسوا على ظهره علشان يخرجوا من الوحل بأمان. دي حركة نبيلة بجد، لأنه قدر ينقذهم من الوحل اللي كان ممكن يحتجزهم لمدة طويلة. كاميرات المراقبة هنا جابت لنا مشهد لأغبى لص ممكن تشوفه، وعلى الناحية التانية موظف الفندق بقى أذكى واحد في القصة. اللص كان مشغول إن يعبي الفلوس في الشنطة وسايب المسدس بكل ثقة على الكونتر. في اللحظة دي الموظف بكل هدوء وذكاء خطف المسدس من قدامه، ووقتها الحرامي جري بسرعة. حركة ذكية جدا من الموظف خلت الحرامي يتعلم درس مش هينساه. الراجل الأعمى ده كان حرفيا كلنا هنقول عليه الله يرحمه، لولا تدخل الشخص ده في اللحظة المناسبة قبل ما القطر يعدي بثواني. الشخص اللي كان راكب العربية اللي ورا لاحظ إن صاحب العربية اللي قدام نسي الموبايل فوق العربية. ساعتها نزل بسرعة خد الموبايل وراح سلمهوله بنفسه. بجد قد إيه هو شخص طيب إن يعمل حاجة زي دي. في وسط رياح شديدة جدا عمال توصيل الطلبات كانوا مستمرين في شغلهم علشان يوصلوا للناس طلباتهم، وبسبب قوة الرياح سواقين الأتوبيسات قرروا يساعدوهم ووقفوا جنبهم علشان يحموهم من العاصفة ويخلوهم في أمان. لحظة ما كان المراسل ده بيقدم برنامج تلفزيوني ظهر شخص كان تايه بقاله أكتر من 14 يوم ومش فاكر هو ساكن فين. سبحان الله ظهوره على الشاشة خلى عيلته تشوفه وقدر يرجع لهم مرة تانية بأمان. دايما رجال الشرطة بيقوموا بمهمتهم في أي وقت مهما كانت الظروف، بس الغريب هنا ازاي الشخص ده طلع فوق بالشكل ده واتعلق في الشبكة بالطريقة دي. لو حد عنده فكرة ياريت يكتب لنا في الكومنتات. الشخص ده وهو بيعدي الناحية التانية حظه كان نحس تماما، الحبل وقف بيه قبل ما يوصل ولقى نفسه لا عارف يرجع ولا ينزل ولا حتى يقع في المية. لحسن حظه كان في شخص قدر انه ينقذه بطريقة غريبة جدا. الشخص ده وهو بيسجل في الشارع لاحظ ان البنت دي بتطلب مساعدته بطريقة ذكية جدا علشان تهرب من الشخص اللي ماشية معاه. بذكاء وفهم سريع قدر يستوعب الموقف وينقذها بطريقة ذكية جدا. لحظة شجاعة وحسن تصرف بجد. من سنة 1995 النساء دول بيقدموا وجبات للمهاجرين على طول الطريق وبيخاطروا علشان يدعموا الناس اللي بتدور على أمل جديد. قد ايه موقفهم قوي وإنساني تجاه الأشخاص دول، فعلا مثال للرحمة والشجاعة في أصعب الظروف. في المرة اللي جاية لما حد يقلل من قيمتك أو يستهزئ بحجمك افتكر إن القارب الصغير يقدر ينقذ سفينة كبيرة من الغرق. الشجاعة مش مرتبطة بالحجم والبطولة بتظهر من القلب مش بالشكل. الحسن حظ المتسلق ده لما الجليد ده بتاعته وبدأ يقع كان زميله جاهز بحبل الإنقاذ في إيده وقدر ينقذه في اللحظة الأخيرة. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي بقضيها معاكم بتكون من أفضل وأجمل الأوقات، وياريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشوف باقي الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.